ومساله اخرى تلعب على المواضيع اللي فيها التفيي. شو تنقصد التفيي؟ المواضيع اللي فيها نتوما وحنا العيالات الرجال اللي خدامين اللي جالسين اللي خدامين في الوظيفه العموميه واللي خدامين في البريفي اخويا ديك الوظيفه العموميه والريال. المهم تنحاول نحط موضوع اللي تيكونوا فيه جوج فئات باش انا تهيج لي هذاك الموضوع ويبدا النقاش وتبدا الغلا واش تزوج بموظفه ولا لا بحال النقاش اللي كان وهي كلها مواضيع عقيمه. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في حلقة من حلقات سميه ديسكوسيون. اليوم كنستضيف معايا المبرمج سفيان خربوش. سفيان مرحبا بكم encore une fois. كنتي معنا في الحلقة الأولى، صافي بليزير دو تو ريفوار encore une fois. اليوم على فيسبوك السي سفيان كاين مئات ديال الصفحات ومجموعات اللي كتناقش مواضيع مختلفة وكيطرحوا المشاكل ديالهم الأسرية ومشاكل ديالهم المادية سور فيسبوك. كينتظروا من الناس دي كومونتير اللي توجيهية شيئا ما. واش يمكننا ناخذوا بهاد النصائح ديال الناس؟ واش غادي نكونوا في مأمن الا خدينا بالنصائح ديالهم؟ دونك مهدي باش تجاوب على هذا السؤال هذا ديالو، واش فعلا فيسبوك نقدر نعتمدو كمرجع باش انه ناخذ منه معلومات وباش انه نلقى حلول للمشاكل اللي عندي، سواء كانت هذه المشاكل متعلقه بالقرايه ولا مشاكل اسريه ولا مشاكل ماديه؟ انا نعطيك اكزامبل اللي تقدر ديرو انت ولا يقدر يديرو اي واحد. اكزامبل بسيط هو انه تمشي لشي جروب فيسبوك كما كان هذا الجروب هذا، كما تنعرفوا انه المجموعات فيسبوك تيناقشوا مواضيع مختلفه، كل مجموعه تكون عندها واحد التخصص معين تيبقاو تتناقشها. المجموعات ديال الطبخ، المجموعات ديال عشاق الدراجات الناريه، العشاق ديال السيارات، الميكانيكا. يعني دخل المجموعه كما كانت وحط بوست معين. انا نعطيك اكزامبل ونشوفوا ناخذوا هذا كنموذج. تخيل معايا انه تمشي غير تكتب لهم في جروب بار اكزامبل، عافاك راه تنقلب في مراكش على شي بلاصه تغداو فيها اون كوبل تكون راقيه. هو الا لاحظتي السؤال في الاصل ماشي موضوعي، لانه ديك راقي غدا راقي راه ما غاديش تلقى جواب ديالو. راه غدا راقي بادي من 50 درهم حتى ل 4000 درهم ياك، ولكن كوميم غادي تلقى واحد الكم هائل ديال التعاليق وديال الاجوبه وديال هذا، اللي في هذوك التعليق غادي تناقشوا جميع المواضيع وغادي تناقشوا جميع المجالات الا هذاك السؤال اللي سولتي انت ما غاديش تلقى الجواب. علاش؟ انا نعطيك امثله ونقول لك علاش عندنا هذا المشكل وعلاش النقاش داير هكا في فيسبوك. علاش اخويا كاين غادي يجيك واحد عنده مشاكل ماديه مع الفلوس، يعني القضيه عندهم مكحطه ماديا. غادي يقول لك داك الغدا اللي بغيت تغدا نطراقي وبهذوك الفلوس جمع دوك الفلوس ودير شي حاجه على شطرجه ودير شي حاجه بيان سور، لانه هو تيشوف هذاك الموضوع تيناقشوا من الزاويه ديالو من النظره ديالو فقط. يعني هذاك المشكل اللي عنده هو تيعاني منه غادي يجي يناقشوا معك. واحد اخر خاصم مع المراه ولا عنده مشاكل مع المراه، شي مراه منكده عليه الحياه اليوميه ديالو مكرهه كاع فهذا غادي يقول لك انت غادي بمراه وبغيت تغديها ومطيحين علينا الاحميدات وبدات تسمع شي دونك بحال كيجي اسقاط الحياه ديالو. بدا تسمع شي حاجه اللي هي اصلا ما عندها كاع علاقه بالموضوع. انت اصلا ما جبتيش شي موضوع عنده علاقه بالفيمينيست ولا راه مراه ولكن كوميم غادي يمشي هو لهذاك الاستوديو وغادي يجاوب. كاين اللي تيقول باغ اكزومبل سي سفيان واحد اخر كاين تلقاه مزبلها من ناحيه الاخلاق ديالو، من ناحيه كاع الذنوب دايرهم كاع المصائب دايرهم. غادي يقول لك دوك الفلوس كون عاد تصدقتي بهم علاش؟ لانه هو عنده نقص في هذاك الجانب، تيحس انه في هذا ديالو مذنب بزاف وعامر زبايل وعامر مشاكل. دونك بلاصه ما يصلح نفسه لا هذا يمشي غادي يجي الفيسبوك غادي يقول انا نبان تما انه راه في الكومونتير تيبرد عليه شويه، تيبرد عليه وتيعوض النقص وتيعوض داك النقص. وهذا كي قلت لك كم عنده مشاكل ماديه، كل واحد في هذوك اللي كاينين تما غادي يجاوبك كيفاش تيشوف الامور من الزاويه ديالو، كيفاش تيشوف هكا ديال النقاش في فيسبوك في اغلبيه. كاين بعض الصفحات اللي كتهضر على المشاريع الناجحه وبثمن قليل براس مال اللي هو صغير 5000 درهم ولا 4000 درهم ايتترا، وتتبقى بارفوا شي واحد تيبوستي تيقول لهم عندي 1000 درهم وما كرهتش نبدا شي بروجي صغير، اشنو كتقترحوا عليا؟
كتقول لي هذيك 1000 درهم سير شري بها شويه ديال الخضره، سير شري بها الماكله، ولا سير بها دير بها شي حاجه، تيقول لها مالك نتايا وسوقك انت انسي دو سويت. وكنمشيو واحد الحلقه خايبه بزاف. اللي تنستغرب منه انايا وعقليتي يوقف ملي تنشوف ذاك النوع ديال المنشورات. ما تنفهمش تخيل مع انه تيكونوا بحال حالات كثار من هكا، حالات اللي تيجيو تيناقشوا لا سيتوياسيون الماديه ديالهم، يعني الوضعيه الماديه ديالهم. انا شفت منشور ديال واحد الاخت قالت لها تنتخلص صالير محترم يمكن شي 8000 درهم ولا 10000 درهم، وجاتني فرصه لواحد المدينه اخرى بغيت نتحول ليها، تزاد لي فيها الصالير ديال 1500 درهم بغات تزاد ولا اكثر. اشنو بان لكم؟ 90% من دوك التعاليق اللي تما تتلقاه هو اصلا مكسل فوق الداري، ما خدام ما ردام، وتي كومونتي وعاود ثاني تتلقى كومونتير من داك النوع ديال واش خدمنا حنا بقى لكم غانتوما وانتوما ما تتقنعوش، وبنادم شبعان فلوس في هذه الدوله هذه. تعاليق اللي ما عندهاش نهائيا علاقه بهذاك السؤال اللي سولت هذيك السيده. انا اللي نستغرب منه هذوك الناس اللي بارفوا تيحطوا تيجيو تيسولوا باش يناقشوا الوضعيه الماديه ديالهم، ولا بعض المرات الوضعيه الاسريه ديالهم، تيكون عندهم مشاكل مع المراه وهذا ومشاكل اسريه، وتيجي تناقشهم تما وتتسنى حلول. واش نيت بصح زعما دوك الحلول تيبانوا ليه انا تيبان لي داك الشيء غير موضوعي. النقاش حاليا في فيسبوك كما قلت لك هذا هو لا بروف. علاش؟ لانه ما كاينش نقاش موضوعي. شنو تنقصدوا بموضوعي؟ بمعنى انه انا فاش تنجاوبك ماشي من الزاويه اللي تنشوف فيها انا داك الشيء ومن التجربه اللي عشت انايا والمشاكل اللي وقعوا لي، لا تنجاوبك بواحد موضوعيه اوبجيكتيفمون. شوف باش نسهلوا هذا الطريقه الموضوعيه باش نبين لك اصلا كيفاش داير لا ديسكوسيون في لي ريزو سوسيو حاليا. تخيل معايا دابا بيناتنا، دابا حطينا 6 بيناتنا وسولتيني انا وعاود طرحت عليك انت نفس السؤال، شنو تيبان لك هنايا؟ الا كنا تناقشوا بالطريقه باش تناقش فيسبوك حاليا غادي نقول لك هذه 6، تقول لي انت لا راه 9 هذه، نقول لك واش انت ما تشوفش واش عور الا انت مكلخ الا انت غادي نبداو تنضغطوا. علاش؟ لانه انا خديت هذاك من الزاويه من شفتو، وعاد ثاني تشوف الامور من الزاويه ديالك. دونك انا ما كايناش موضوعيه. امتى تنقول الموضوعيه؟ هو انه نقول لك من جهتي انا تيبان لي 6، ولكن راه قدر انت غادي يبان لك 9، وواحد اخر جاي من اللي راه ما غادي يبان ليه تخربيقه، وحنا بعاد على مستوى النقاش. وهذا يعني تتولي بعاد شويه على هادشي تتناقش. وهذا هو لو بروبليم، هذا هو المشكل اللي كاين حاليا في فيسبوك وفي لي ريزو سوسيو كاملهم في المغرب. وحاجه اخرى، كاين بعض الصفحات اللي تيلعبوا على دوك المواضيع اللي شويه تتكون اتيغونتي، يعني تتجر الناس، وبمعنى اخر تنحاول تلعب على داك الشيء اللي داير مشاكل بزاف للناس. انا عرفت في هذا المجتمع هادو كاين الناس بزاف تيعانيوا ماديا مثلا، عارف انه في المجتمع المغربي كاينين. غادي نبدا تنحط مواضيع اللي تناقشوا فقط المسائل الماديه والفلوس والتدبير ديال الفلوس اكثر. عارف انه المشاكل الاسريه انا عندي كثيره بزاف، وعارف انه المشاكل بين الازواج كثيره في المغرب. غادي نبدا تنحط مواضيع اللي تتناقش المراه والراجل. ومساله اخرى تلعب على المواضيع اللي فيها التفيي. شو تنقصد التفيي؟ المواضيع اللي فيها انتوما وحنا العيالات الرجال اللي خدامين اللي جالسين اللي خدامين في الوظيفه العموميه واللي خدامين في البريفي، اخويا ديك الوظيفه العموميه والريال. المهم تنحاول نحط موضوع اللي تيكونوا فيه جوج فئات باش انا تهيج لي هذاك الموضوع ويبدا النقاش وتبدا الغلا واش نتزوج بموظفه ولا لا، بحال النقاش اللي كان. وهي كلها مواضيع عقيمه، يعني تشوف شنو بتنتج. انت اصلا تتناقش واحد الموضوع اللي ما عندوش طابع موضوعي. فمني تتقول لي مثلا واش نمشي للمدينه الفلانيه نخدم فيها، حيت ما بغيناش نجبد هذا الموضوع ديال الزواج هذا لانه ما فيه ما تجبد اصلا، عقيم جدا. حنا تنهضروا مثلا امثله وحدين اخرين، هذا شائع. متى تقول لي بار اكزومبل واش نمشي للمدينه الفلانيه نخدم فيها ولا نمشي، هذا ما نقدرش انا نجاوبك، راه خاصني نجاوبك انطلاقا. غير ليكزومبل اللي بدينا به، واش بغيت عافاك شي بلاصه نتغدى فيها تكون راقيه،
راقيه راه عندها علاقه بجيبك نتايا، عندها علاقه بالذوق ديالك، عندها راه كاين اللي غادي يمشي لقهوه شعبيه عاديه وياكل فيها طاجين وبتجيه راقيه، غادي تكون في اوتيل 5 ايطوال اكزاكتومون. واحد اخر غادي يمشي للفي اي بي وهذا عاد بغى يقول راه كليت ولا ديك المدينه انا بيت جو في رابورتي هذاك التجربه اللي عشت انا في هذيك المدينه. لا شي واحد سولني باغ اكزومبل واش نخدم في كازا، غادي تقول لي انا تجريسيت في كازا، غادي نقول له فوالا غادي يعاود لك الا كان مثلا تجريسه ولا وقع ليه مشكل، غادي يعاود لك من هذيك التجربه انه وقع ليا. دابا الخطير في هذا الشيء هذا ماشي هذا المستوى اللي وصلنا له ديال النقاش، هو انه كاينين الناس فعلا مساكن تياخذوا بجديه هذوك التعاليق. راه كاينين الناس اللي تيتخيلوا فاش تيطرح موضوع في شي مجموعه معينه، تيتخيل انه هذوك الناس اللي تيجاوبوه تما راه جالسين مقرفطين في البيروات ديالهم، ما كاين المحامين والقضاة وهذوك الطباخين ومتخصصين في علم الاجتماع هما اللي تيجاوبوه، في حين انه هذه الفئه هذه اصلا ما مسالت تكتب لك كومونتير ويجاوبك. سورتو ملي تيدخلوا تيلقى هذيك الرداءه في التعاليق. هذا ما لاحظت انا هذه القضيه التراجع ديال الناس اللي فعلا تتناقش في واحد المستوى. لاحظت انه ما بقاوش دابا فيسبوك ولا مرجع كبير، راه ما بقاوش الناس يقولوا ان الدكتور الفلاني او العالم الفلاني قال واحد الافاده معينه، ولا الناس يقول لك لا راه شتا في واحد لو جروب فيسبوك، وخصوصا عندما يتعلق الامر بما هو عاطفي. راه بزاف ديال الاسر تيتشتتوا عنده هذا الشيء، عنده تبعات نفسيه. ما يمكنش سورتو ملي تيكون شي واحد شويه الاحاسيس ديالو رهيفه، ولا الشخصيه ديالو ما حاضراش بزاف، ولا اصلا الراي ديالو دائما غائب، يعني ما عندوش هو، او ملي تيكون حس النقد، يعني ذاك الانتقاد وتكون عندك وجهه نظر فهذا ما عندكش، راه مشكل في هذا. تيولي مسكين راه تيضرب داك الشيء اللي وتخيل دابا مثلا هذا السؤال هذا جا واحد قال لك طيحتوا علينا الدل انت خارج بها بتغديها ودوك الفلوس كون مشيتي شريتي لها الطحين وديها للدار هي تعجل لك تما، واش الا كان هذاك السيد رهيف واحد شي شويه راه غادي يتبنى هذاك لو كومونتير وغادي يقلبها مع هذاك، يقدر يدخل في مشاكل. وبزاف تيوقع لهم بزاف ديال الناس تيبداو لهم المشاكل بحال هذا الشيء هذا، سواء ما تنهضروش على هذا الموضوع هذا الشق العاطفي حتى الجانب المادي بالخصوص. ما تجي تتلقى واحد تيقول لك تيجي تيقول لك تنشد مثلا 4000 درهم ولا تيقول شنو ندير راه ما تيبقاش ليا، وتيجي واحد تيقول لي خسر فلوسك راه الدنيا هذه والهضره راه يقدر يتاثر فعلا ويولي عايش الوضعيه على حساب هذاك الكومونتير اللي قال لي عيش حياتك ولا تخسر فلوسه في اليومين اللي ولا في الشهر ماشي في السيمانه الاولى. دونك هو اصلا ما حط السؤال ديالو في فيسبوك في هذاك النوع ديال لي جروب الا وكان راف هو واحد شي شويه كان عنده مشكل. انا تيجيوني الناس باش نكونوا واضحين، الناس اللي تيجيو تناقشوا مواضيعهم الاسريه ومشاكلهم العائليه ومشاكلهم الماديه وتيجيو تناقشوهم في تحط ما بارفو ماشي انونيم، يعني ماشي تيخبي سميتو ولا تيحطها راه هو فلان دخل البروفيل ديالو تلقاه بروفيل غير وتناقش عندي مشكل ديال المراه، عندي مشكل ديال المراه راه ما تفاهمتش مع الفلوس وراه قالت لي وقلت ليها ودابا وتيجي واحد مكسل فوق الداري ما عنده حتى اكتيفيتي في حياته ما تيدير حتى حاجه وتيقول ليه هو طلقها راه عطاهم الله نابورت لا مشكل. عقلك تيوقف ملي تنشوف الموضوع الحجم ديال الموضوع، تنشوف التعاليق وتنشوف الناس اللي تيعلقوا هذا ما تتفهمش باقي تقول واش الثنائيات عاوتاني واحد تيكومونتي لو كومونتير راه الثنائيات شنو اللي تيولدوهم هاد المواضيع اللي فيهم التفيي. راه كاع المواضيع اللي فيهم التفيي مظهر من مظاهر التخلف. ملي انا تنبدا تناقش معك وتناقش الموضوع ديال انت خدام في البريفي انا خدام في البيبليك، هذا خدام هنا والاخر جالس نتوما البارصه حنا الريال، هذا مزوج هذا هادو كامل مواضيع متخلفه. ما جوج ديال الاساتذه اللي تيكون لهم فيسبوك كامل احترام كبير، عندهم جوج صفحات عملاقه في فيسبوك جالسين كيدابزوا على البارسا والريال وداروا واحد الشوال اللي خيالي. هو ما ننساش واحد القضيه، راه ماشي هما بارفورم تيكونوش ماشي زعما دايرينها لانه ما عارفينش، كاينين الصفحات بزاف دابا مشات في هذا الاسلوب هذا اللي تيديروه متعمد بما فيهم هذاك الموضوع اللي كان ديال الزواج بموظفه ولا ونط عليه البلبله. هذاك موضوع الدار انا نحسم لك انه مول الفكره براسو ما مقتنعش بها، ولكن هو
نقدر نقول لك شويه ذكي، لانه عارف انه هذاك لو سوجي غادي يدير البوز وغادي يعاود يرجع عليه شويه باج ديالو هذا. دونك مشى في هذاك، علما انه تلقاه هو براسو عارف انه راه الموضوع محسوم ماشي عقيم، موضوع لا يناقش بديك الطريقه، لا يناقش. النقطه اللي قلتي راه بحال جيت نقول لك دوك اللي تيلبسوا البلدي ودوك اللي تيلبسوا الرومي في الرجال، ولا هذا موضوع علاش انا بس بلدي دابا هذاك الشيء قلت لك ما عنده حتى علاقه باش ندخل انا وياه في كلاش دابا. هي مساله اذواق، مساله هذاك الشخص اللي تيبان لك انت خايب واحد اخر تيبان ليه زوين، هذاك الشخص اللي تيبان لك انت مزنزن ولا واحد اخر تيبان ليه هذاك هو لو بروفيل ديالو. دونك عمرك قدرت الانسان ما تيتقارنش بديك الطريقه. دونك باش ما نمشيوش نديفيو بزاف على الموضوع ديالنا، لي ريزو سوسيو فيسبوك انستغرام وداك الشيء للاسف ولات فيه شويه باش ما نعمموش ثاني، راه باقيين كاينين مواضيع اللي تقدر معلومات اللي تقدر تلقاها علاقه مع الطبخ ولكن بشرط انه ملي تطرح شي موضوع ولا شي حاجه بتسول عليها تكون انت اولا عندك لو بوين دو في ديالك، يعني تتقلب على المعلومه، ماشي تتقلب على شي واحد اللي اثر فيك. اثر فيك، انت تتقلب على المعلومه، تتقلب عليها. والمساله الثانيه هو انك تكون قادر انك تفلتري هذوك التعاليق، ماشي نقراهم كاملهم وناخذهم كاملهم بجديه. دونك سي فري راه كاينين الناس اللي تيطرحوا مواضيع اللي ما عندهم علاقه لا بحياتهم الشخصيه، ولا تيسول على شي حاجه خاصه ما عارفش فين يلقاها ولا هذا، تيجي تما تيجاوبوه الناس. دونك في هذا الجانب هذا نقدروا نقولوا بوزيتيف. اما الباقي ديك الغلا وداك الشيء اللي تيتناقش في فيسبوك راه رديء جدا حاليا في هذا. واعتقد راه فيسبوك حاليا ما متيقنش من الخبر، ولكن غالبا غادي يكون، لانه تناقش بزاف ديال المنابر الاعلاميه انه من هنا لقدام الشركه غادي تعتمد يعني كتنقولوا ديفري، غادي تعود تخلصهم على المجموعات اللي تتجاوز العدد ديالهم 20,000. علاش؟ لانه تتجي انت تصايب مجموعه متخصصه في واحد الموضوع معين اللي من المفترض انه غير الناس اللي مهتمين بداك الموضوع تكون، تيجي واحد ما عنده حتى علاقه، واحد اخر تيولي هذاك المجموعه تتفقد هذاك لو تيم ديال هذاك الموضوع ديالها تيمشي. دونك هنا الشركه فيسبوك هي اللي تاكل الدق، لانه لاحظت انه الناس اللي عندهم لي كونط قدام وهذا تيتراجعوا ولا تيكيتيو هذوك لي جروب، الناس اللي سبقوا دخلوا تعاودوا يخرجوا باغ اكزومبل. دونك هنا تولي الشركه خدات جو بونس راه غادي يكون يعني من هنا لقدام غادي يوليو المجموعات الفيسبوكيه اللي تتجاوز العدد ديالهم يمكن 20,000 غادي يولي ماليهم خاصهم يخلصوا باش يبقاو في يعني باش تبقى لهم المجموعه. الخلاصه انه تندوزو ميساج ديال الجميع الفئات العمريه، لانه تا المراهقين تيتاثروا بزاف بهذا الشيء هذا، سورتو ملي تيدخل تلقى مواضيع ديال الناس كبار تيتناقشوا بهذيك الطريقه، وهذا راه تيتاثر. ما يمكنش راه ياخذ الفكره ملي تيدخل تلقى موضوع ديال مشكل اسري وتيدخل تيشوف التعاليق، هو راه ما تيقولش عند راسو راه هادو اللي تيديروا التعاليق راه ما عندهم لا تجربه لا والو، يقدر ياخذ هو ديك المعلومه بجديه وتبقى ليه وغادي يتبناها في حياته وتولي مطلع ليا بسيكوبات مطلع ليا من ولا داك الشيء تخربيق ولا شي حاجه وبيتبنى هو الفكره. دونك الواحد اللي بغى يدخل لي ريزو سوسيو حياتك الشخصيه تبقى شخصيه. سير شوف الناس خبراء اللي غيال اللي كاينين، ولا ماشي تنقولوا كاع خبراء يعني باش تخلص في لي كابيني، ولا سير شوف شي واحد اللي تتعرفوا دوز هذيك التجربه ولا وتتعرفوا موثوق وتتعرفوا فعلا فايتك في التجربه، سولو يجاوبك تكونوا المشاكل. اما باش تجي تطرح ليا مشكل اسري عندك وهذا تتسنى انه يجاوبوك الناس في فيسبوك، اسمح لي راه هذاك مشكل، خصنا وي توسكي خصنا المواضيع اللي هي اسريه وامور اللي هي ماديه. الماديه هذاك الشيء للاسف ولا كاع فقد الخصوصيه وديك القدسيه اللي كانت عنده. الناس نصابه كيشوف بلي لو بروفيل راه مكتوب فيه لو نو اي لو برينون ديال لا بيرسون، ولا بيرسون حاطه واحد السؤال اللي كيفضح فيها كاع تيكشف فيها على الحياه ديالو الشخصيه كامله. دونك صافي 13 بالنسبه لهذاك بعض المرات الناس اللي متعرفوا تيكونوا قصص مفبركه، يعني قصص من وحي الخيال
فقط مول الصفحات يجلس تقدر تبان له الصفحه مسكته شويه في ما كاينش تفاعلات، ما كاينش اش تيدير تيمشي تيجيب بحال دوك المواضيع تيحطهم تمايا. شوف انا شفت هذا الشيء بعينيا، شفت مجموعات اللي فيهم ناس بروفيسيونيل، يعني مجموعه مديوره على اساس مديوره للناس مثلا المهنيين وهذا، يعني اللي كي تقولوا اللي بعقلهم ياك، وتيطرحوا فيهم مواضيع اللي فعلا مولاهم تتحس بها انه تيقلب على المعلومه، بغى اللي يعاونوا ياك. تلقى في التعليق 10 11 تعليق 50 الا داروا معاه المزيان ولقى اللي يجاوب، وتتلقى تعليق اللي بمجرد تقول فيه مرتي الفلوس الخدمه وقالت لي وقلت لها تطلعوا للتعليق 2000 3000 شفتهم هادو. واو علاش؟ بلا ما تقرا التعليق هذاك الموضوع هو اللي داير هذاك الغلا علاش؟ لانه كاين مشكل في المجتمع، نقدر نقول واحد النسبه كبيره تعانيوا من هاد الازمات النفسيه، الى صح التعبير ازمات نفسيه عندنا، فين تيفرغهم وفين تما لي كومونتير. عاد كاين واحد الفئه اللي تتعلق تما ما نساوهمش حتى هما، هو داك الفئه اللي اصلا في حياته اليوميه في لونطوراج ديالو في الاسره ديالو عمره ما كانت عنده الكلمه، هما اللي جاوا في حديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم رويبده ياك. رويبده هو هذاك اللي مهمش ديما الرجل التافه الذي يتحدث عن عمرو التافه مجمع يكونوا فيه الناس جالسين محترمين، عمرو تعطاتو كلمه ولا يهضر ولا بمعنى هو نقدر نقولوا مقموع ما عنده حتى قيمه ياك. تمشي للفيسبوك 5 دراهم ديال الرشارج جمع 6 يخدم، ما كاينش اللي يقول ليه علاش تقول هاد الهضره ولا ما تقولش هذه ولا تيقول ليه عجبو راه كاين تما اللي تيدخل عاد يسبك عادي ما عنده هو عنده مشكل في هذا الاضطراب تيمشي تيفرغوا تمايا. دونك ما خاصش هذوك الامور يتخذوا بجديه.